اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. معانا طاجن لحمة بقى في الفرن بالخضار، طعمه خطير بجد، والله ما بقول كلام بجد. جربوا الطريقة بتاعتنا ديت وحطوه في الفرن كده وهتلاقوا طعمه حاجة تانية خالص، هو ياخدك في حتة تانية خالص. هنا كده كنا طلعناه من الفرن وكنت حابة اوريهولكم. بصوا اللحمة بتاعته مستوية والبطاطس بتاعته مستوية وزي الفل، وكان طعمه بألف هنا وشفا لكل اللي كان منه. بجد كل اللي داقه عجبه جدا وشكر فيه. وصفتنا سهلة النهاردة وجميلة وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا ندخل على الفيديو ونكمل وصفتنا للآخر، ومتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. معانا هنا بقى طاسة جريل، اي حاجة تدي فيها صدمة للحمة. هنا معلقة زيت هنحطها، معلقة زيت عادية وسط، هنحطها كده ونمشيها في الطاسة عشان احنا عاوزين الطاسة تسخن سخونية حلوة كده قبل ما نديها صدمة اللحمة. تمام، هنحطها كده على النار ونسخن الطاسة بمعلقة زيت واحدة. طبعا احنا مش هنحط سمنة علشان اللحمة بتاعتنا فيها طبعا مادة دهنية، فاحنا هنديها الصدمة. لما نديها الصدمة بتاعتنا هي هتنزل المادة الدهنية اللي فيها. هي اللحمة بتاعتنا كانت لحمة ضاني، حتة ضاني كده على حتة فليتو، وكانت خطيرة بجد. بصوا، حتة ضاني فيها عظم بسيط، ما فيهاش عظم كتير، وكانت حتة فليتو. هي الضاني صغيرة، وطبعا الفليتو معروف، عرق الفليتو كده كده ما بياخدش سوا، والضاني كانت ضاني صغير، الاتنين بصراحة كانوا مع بعض في الطاجن ما خدوش سوا وطعمها كان خطير. حبيت احط حتة ضاني على حتة فليتو علشان كله كده يشرب من طعم بعض وتبقى جميلة. هنبتدي بقى نشوح اللحمة بتاعتنا، نديها صدمة على نار عالية علشان خاطر تغير لونها قبل ما ندخلها الفرن. هنشوح فيها يمين وشمال وهنعمل فيها كل حاجة. اهم حاجة حطوا اللايك، الله يبارك لكم. متنسونيش في اللايك والشير والتعليقات الجميلة اللي بتفرحني والله وبتشجعني ان انا اكمل شغلي في القناة. هنا كده قلبناها على الناحية التانية. طبعا كانت معانا تقريبا بتاع كيلو ضاني وكيلو فليتو، فهندي صدمة من ناحيتي وصدمة من ناحيتي كده، وبعد كده هنشيل ونحط غيرها. تمام، بصوا انا بحاول اتك عليه عشان الحتت اللي مش واصله لها النار توصل لها كويس وتاخد الصدمه معايا حلو. طبعا وهقلب على كل الجناب علشان خاطر اللحمه كلها تاخد صدمه معايا ويغير لونها. طبعا ممكن نحط لها الملح والفلفل الاسمر كده واحنا بنشوحها، طبعا ممكن نحطها كلها في الطاجن واحنا بنعملها. بصوا كده اللون اتغير خالص ازاي. طبعا في فرق اختلاف، احنا اديناها صدمه بضمير شويه، بس انا كنت حابه اديها الصدمه دي عشان تديني كده زي لون تحميره حلو. طبعا اخده وانا لما اطلعها من الفرن علشان خاطر تبقى سهله كمان وسريعه معايا في سواها في الفرن. هكمل بقى بقيه اللحمه بنفس الطريقه كده ونصدمها ونطلعها، نحطها كده في الطبق لحد ما نخلص كل اللحمه اللي معانا. طبعا انا بطلع لان لسه معايا لحمه تانية هحطها. ما رحتش بعيد لان انا لسه موجوده معاكم. هو كده بقى كان الفيليتو.
هنديله برضو صدمة حلوة كده ومحترمة. بوسع طبعا علشان اعرف احط الكمية اللي معايا كلها، علشان ما اضطرش احط على مرة كمان. طبعا زي ما قلت لكم هي كده كده فيها دهون شوية، فطبعا الدهون ديت هتسيح معانا على النار وهتدينا طعم حلو قوي كمان في الطاجن بتاعنا. هنا كده بقى خلصنا. مجهزين بصلاية كبيرة حلوة كده متقطعة ترنشات، هننزل بيها في نفس الطاسة مطرح آه تحمير الفراخ، يعني مطرح تحمير اللحمة، سوري اسفة، مطرح تحمير اللحمة، مطرح ما احنا ادينا صدمة للحمة في قلب الجريل زي ما هو، هننزل بيه ببصلاية كده متقطعة جوانح او جوليان، زي ما تحبوا سموها براحتكم. هننزل بقى بيها كده وهندبلها تتبيلة حلوة. طبعا البصلاية ديت حابة تحطي اكتر من بصلاية براحتك اللي انتي حباه. وطبعا انا مجهزة بطاطس مقطعاها برضو تقطيع حلو، مش صغير قوي مش كبير قوي، علشان خاطر تاخد سوا الطاجن، لان انا هحطها في طاجن فخار، فعشان خاطر تاخد سوا اللحمة مع الطاجن ما تتهريش مني، تطلع قطع كده ومكعبات حلوة زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو، تطلع مكعبات ماسكة نفسها. هنا كده هنحط فلفل اسمر على الملح بتاعنا، على البصل بتاعنا. معلش يا جماعة، يعني متغدية بصراحة، مش عارفة انا بخرف ليه يعني. فلفل الاسمر حطيناه على البصل. لا ما نسيناش الملح، هنحطه هيجي جاي دلوقتي. هنا اهو كده دبلنا البصل، خد تتبيله حلوه كده وبنت حلال. بصوا كده بقى البطاطس اهي، بصوا المكعبات بتاعتها كبيره. هنزل بيها برضو على البصل وهديها تشويحه، بس مش هتاخد تشويحه كتير، تاخد تشويحه بسيطه. وهنبتدي نحط عليها نتبلها فلفل الاسمر، وهنحط لها الملح برضو وسنه البهارات. لو حابين تحطوا بهارات اللي هي السبع بهارات، انا مش بحبها قوي على اللحمه بصراحه، على اللحمه المفرومه بس، عشان ما تبقاش فيها سن الزفاره. لكن اللحمه الصحيحه ملح فلفل اسمر بس، بتاخدي طعم اللحمه زي العسل. لكن لما بتحطي البهارات، كتر البهارات بيمرر طعم اللحمه. على الفراخ طبعا ماشي تمام، بنحط على الفراخ البهارات، لكن على اللحمه لا، بيمرر طعم اللحمه. هنا كده كنا بنشوح فصين توم حلوين كده. عايزين بقى بصوا يعني حطينا توم، بس التوم حابين بقى التوم كده نشوحه لوحده عشان يدينا ريحة حلوة. كله في نفس الجريل والله يا جماعة، هو نفس الجريل، هو الجريل اللي هيتوسخ بس، مش هتوسخ مواعين كتير ما تخافوش، الجريل والطاجن اللي هنحط فيه الحاجة. بصوا انا مقطعه الثوم حتت كبيره، يعني انا قصده، انا عندي طبعا ثوم مفروم اللي في الفريزر، بس انا حابه اعملها بثوم فريش ومقطعه قطع كبيره. تمام. هنا كده بقى البصل والبطاطس واللحمه بتاعتنا اهيت اهو. يعني هنا كده كنت بحط على البطاطس عشان اعرف يعني اقلب جزء جزء كده وادخله واحطه في الطاجن. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، بجد الوصفة حلوة جدا والله، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. احنا بألف هنا وشفا. كان كنت عاملاهم، كنت اسمى الكمية عاملاها على طاجنين. اهو بصوا كده، طبعا مكعبات البطاطس مع البصل وكده وقطعت لها كمان طماطميتين، بس الطماطم بقى عشان انا مش عايزاها تنزل ميتها في بره، انا هحط الطماطم عليها. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي.
دي كده معلقة فلفل اسمر تاني اهيت. هي الفلفل الاسمر كان ملك الاكل النهارده. ونطرة الملح، نقطة الملح لاني اتحط ملح برضو في تتبيل في البصل وانا بشوح البصل، بس انا ما تصورتش، معلش دي كانت غلطة مني. عشان كده هنا حطيت ملح قليل، ما حطيتش ملح كتير. هنا كده بقى فضيته كله على بعضه، قلبته، حطيت طماطم اهو زي ما قلت لكم، وفضيتهم في طاجنين. قسمت الكمية كده هنا وهنا مع البطاطس مع البصل، فقسمتهم على طاجنين. بألف هنا وشفا الكل اللي كان منها. في طاجن لينا للبيت، وكان في طاجن تاني لناس كده معينين. بألف هنا وشفا. هنا كده بلينا ورقة زبدة هنحطها على الطاجن من بره كده، هنغطي بيها الطاجن من بره على اللحمة علشان اللحمة متمسكش في ورق الفويل. وبعد كده هنغطي بورق الفويل وهنكتمها ونكمرها كويس جدا. هنا كده بقى حبايبي بعد ما خرجت من الفرن، طبعا كنا حاطين ورقة زبدة بليناها مية وحطيناها على الوش علشان تكتم، وعلشان خاطر الفويل ما يلزقش في اللحمة بتاعتنا. وكانت استوت ودابت، بس هي قعدت لها تقريبا ساعة ونص في الفرن. تمام. انا كل اللي انا اديته لها فوق صدمة بس، يعني اديت حتة اللحمة صدمة بس، لكن ما اديتهاش سوا فوق او اي حاجة. بصوا اللحمة دايبة ازاي، وكان طعمها زي العسل. بجد طريقة حلوة، جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.